الكون بتاعنا واسع جدا وكبير بطريقة احنا حتى ما نقدرش نتخيلها، وكمان هو مش واسع بس وخلاص، ده هو كمان مع الوقت بيتمدد اكتر وحجمه بيزيد وبيبقى اكبر بكتير عن قبل كده، ومليان كواكب ومجرات واجرام سماوية ونجوم بتتولد وغيرها بيموت كل يوم في وسط فضاء كبير مظلم. وقدام كل ده بيلاقي البشر نفسهم محتارين ومش قادرين يفهموا كل حاجة، والعلم برضه كل يوم بيعرف معلومات جديدة وبيصحح اخطاء في المعارف القديمة اللي كانت موجودة قبل كده، لكن لسه في حاجات كتير مش مفهومة وبتمثل لنا لغز زي موضوعنا النهاردة اللي هنتكلم عنه، وهو بلوتو اللي العلماء كانوا بيبصوا له لفترة طويلة ان هو ابعد كوكب من كواكب المجموعة الشمسية عن الشمس، وبعدين رجعت النظرة دي اتبدلت واتطورت اكتر بعد كده عشان يتسحب منه لقب كوكب. فيا ترى ايه هي الحكاية بالظبط؟ مؤخرا بقى في سؤال كده مطروح بين العلماء، والسؤال ده هو هل ممكن نعيد النظر في مسألة الكوكب السابق بلوتو ونسمح له يرجع يكون الكوكب التاسع في المجموعة الشمسية؟ دكتور عمر فكري رئيس قسم مسرح القبة السماوية في مكتبة اسكندرية ونائب رئيس الجمعية المصرية لعلوم الفلك هيحاول يجاوبنا على الموضوع ده من خلال مجموعة أسئلة كده محتاجين نجاوب عليهم عشان نفهم الموضوع كويس. سنة 1930 كان في شاب اسمه كلايد تومباو عنده 24 سنة، وفي الوقت ده كان غاوي جدا فلك وتصوير ورصد للسماء بالتلسكوب، وبيفضل يقارن بقى بين الصور اللي بيلقطها للنجوم دي كل سنة عشان يقيس حركة النجوم دي والتغير في أماكنها في السماء. وفي مرة وهو قاعد عادي بيحلل الصور بتاعته اتفاجئ بجسم صغير أول مرة يرصده، وباين عليه كده إن هو أصغر من حجم القمر بتاع الأرض، وبيدور في مدار بيضاوي مستقل حوالين الشمس، واتضح ان فعلا قطره بيساوي 2400 كيلومتر بس، يعني اقل من قطر القمر ب 1000 كيلو تقريبا، والسطح بتاعه صخري ومتغطي بالتلج، وبالرغم من حجمه الصغير الا ان كمان في 5 توابع بيدوروا حواليه. ومن يوميها اعلن العلماء اكتشاف الكوكب التاسع من المجموعة الشمسية واطلقوا عليه اسم بلوتو، واسم بلوتو ده كان باختيار طفلة عندها 11 سنة اسمها فينيسيا بيرني، وفينيسيا طلبت من جدها ان هو يبعت الاسم ده في جواب للجماعة العلماء عشان يطلقوه على الكوكب الجديد. وفعلا بقى عندنا كوكب تاسع في المجموعة الشمسية اسمه بلوتو، وعنده 5 أقمار بتدور حواليه. سنة 99 اكتشف العلماء 4 أجرام فلكية شبه بلوتو في المواصفات والمدارات بتاعتهم. الأجرام دي هم سيريس وهاكي ميكي وهاوميا وإيريس، والمشكلة إن زيهم زي بلوتو حجمهم أصغر بكتير من الكواكب التانية، وده اللي حير العلماء ساعتها. طب نزود عدد الكواكب ولا هم 9 وخلاص؟ ومش بس كده، اللي زود الشك أكتر كمان هو اللي العلماء رصدوه في 2003، لأن في السنة دي عرف العلماء إن في تداخل وتقاطع بين مدار بلوتو ومدار كوكب نبتون، وساعتها الاتحاد الدولي للفلك وقف مع نفسه وقفه وقال لك لا، احنا لازم نعيد النظر اصلا في ايه هي المواصفات اللي لازم تكون موجوده في اي جسم فضائي عشان نقدر نقول عليه لقب كوكب من الاساس. في سنة 2006 اجتمع علماء الاتحاد الدولي للفلك مخصوص عشان يحطوا 3 معايير يقدروا من خلالها يقولوا على الجسم الفلاني ده كوكب ولا لا، والمعايير دي كانت هي الحجم والمدار والتركيب. بالنسبة للحجم قالوا ان الجرم ده عشان يكون كوكب لازم يكون كبير وعنده كتلة كافية تعمل له قوة جاذبية خاصة بيه تخليه ثابت في مداره، وكمان ما يكونش عبارة عن مجرد جسم ناتج من حطام او بقايا جرم تاني. وزي ما قلنا ان بلوتو اتضح انه اصغر بكتير من كل كواكب النظام الشمسي، بل كمان اصغر من القمر بتاع الارض، وبكده فبلوتو مش بيطابق المعيار الاولاني. تاني معيار حدده العلماء واللي قلنا انه المدار، فده معناه ان الكوكب لازم يدور في مدار مستقل بيه لوحده حوالين الشمس ومش حوالين كوكب تاني مثلا. ولو بصينا بقى على بلوتو هنلاقي المدار بتاعه بيضاوي وبيتقاطع وبيدخل ويخرج في مدار كوكب نبتون، وده طبعا مش هو المدار النموذجي للكوكب زي بقية الكواكب ال8 في المجموعة الشمسية، وبكده فبلوتو مش بيطابق المعيار التاني. اما اخر معيار وهو التركيب، فده معناه ان الجسم ده عشان نقول عليه كوكب لازم يكون تركيبه شبه تركيب بقية كواكب النظام الشمسي ومتناسق معاهم، وده برضه هو اللي مش حاصل في بلوتو،
بلوتو، لان اغلبيه جسمه بتتكون من الجليد زي ما قلنا، في حين ان بقيه الكواكب جسمها بيتكون يا من الصخور يا من الغاز. وخلينا اقول لك ان تكوين بلوتو ده شبه تكوين الاجسام الجليديه اللي موجوده في منطقه اسمها حزام كويبر، وحزام كويبر ده هو عباره عن منطقه موجوده ورا كوكب نبتون مليانه بالاجرام دي، ومنهم كمان الاربع اجرام اللي كلمتكم عنهم في اول الفيديو واللي بداوا المشكله في الاول. واكيد كده مش محتاجين نقول ان كمان بلوتو مش بيطابق المعيار الثالث. وبناء عليه من اللحظة دي وطبقا لمعايير الاتحاد الفلكي الدولي، فتم اعتبار بلوتو كوكب قزم واتشال منه لقب كوكب. وبقت من ساعتها كل المقالات العلمية والمواقع الفلكية بتعتبر المجموعة الشمسية فيها 8 كواكب بس. لحد دلوقتي مفيش أي قرار اتاخد من العلماء بخصوص رجوع بلوتو وإعادة تسميته باسم كوكب، لكن لإرضاء الجمهور ومحبين كوكب بلوتو والجماعة اللي عملوا زيطة سنة 2006 لما تم استبعاده من المجموعة الشمسية، استقر العلماء على منح بلوتو العضوية الفخرية في مجموعة الكواكب واعتباره كوكب استثنائي احتراما لفترة خدمته معانا في المجموعة الشمسية اللي استمرت لمدة 76 سنة من اكتشافه سنة 1930، واحنا طول الفترة دي كنا فاكرينه كوكب. وعلى فكرة لحد دلوقتي برضو الجدل لسه مخلصش حوالين بلوتو، والدراسات مستمرة عليه، والتلسكوبات زي تلسكوب هابل لسه بيبعت له صور جديدة ممكن تخلي العلماء يعيدوا النظر عن بلوتو في المستقبل، مين عارف. وبس يا سيدي، دلوقتي اقدر اقول ان كل الكلام اللي كنت محضره للفيديو ده خلص خلاص. يا رب يكون الفيديو عجبك وفهمت ايه هي كل الحوارات اللي كانت دايرة حوالين بلوتو لو انت ما كنتش فاهمها قبل كده. ولو الفيديو بقى عجبك فعلا واستفدت منه اي حاجة، ما تنساش تعرفني الحوار ده من خلال ان انت تنزل تدوس لايك وتشترك في القناة من تحت الفيديو. ولو كنت اول مرة تشوفني بقى فخليني اطلب منك طلب بسيط وصغير خالص، يا ريت تخش تاخد لك لفة في باقي الفيديوهات اللي موجودة على القناة وان شاء الله هتعجبك. وبس كده، سلام.